صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا مريم. النهارده بقى عايزه اكلمكم شويه عن تعملوا ايه قبل الامتحان. اي امتحان، مش شرط امتحانات ثانويه عامه، انا عايزاكم تطبقوا النصايح اللي انا هقولها لكم دي في اي امتحان في الدنيا. انا لغايه دلوقتي بعمل كل ده قبل ما اروح اي امتحان، والله العظيم قبل ما اروح اي امتحان لازم كده اخلي نفسي مطمنه. فانا الحاجات دي هي اللي بتطمني، وبحس ان هي فعلا فعلا بتجيب نتيجه. وانا لو هنا دلوقتي، فالحاجات اللي انا عملتها دي هي فعلا قبل مذاكرتي، هي انا متاكده ان هي السبب في ان انا الحاجه اللي انا فيها دلوقتي دي. فانا قلت اكيد مش هسيب الموضوع ده ليا. انا هقوله لكم كلكم، واتمنى كلكم يعني تطبقوا نصايح. انا عايزاكم تسمعوا الفيديو للاخر عشان تسمعوا كل حاجه عايزه اقولها لكم، لان الحاجات دي والله 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 مهمه جدا جدا. ف عايزاكم تسمعوا الفيديو للاخر وتحاولوا تطبقوا كل النصايح، مش دلوقتي بس، انا عايزاها لحد ما النتيجه تطلع، لحد ما النتيجه تطلع. كل حاجه هقولها لكم في الفيديو عايزاكم تعملوها لحد ما النتيجه كده تطلع. ف... فان شاء الله ان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله تستفادوا منه. على قد ما هقدر هحاول اقصر الفيديو قوي عشان خاطر ما اخدش من وقتكم، لان انتوا خلاص اوريدي في امتحان اصلا. فانا عايزه اخليكم تبقوا احسن، ونفسيتكم من جوه زي ما قلت لكم كده تكون مستريحه، يعني تبقوا مطمنين. فتابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا بينا نبدا في النصايح. اول حاجه هنتكلم عنها، الوتش في مره قيام ليل، ما تفوتش قيام ليل من هنا لحد ما تخلص، لحد ما تطلع النتيجه. كل يوم قوم تصلي قيام الليل. انا ما كنتش بعمله كامل، انا كنت اصلي 3 ركعات فقط، 2 بعد كده اسلم، بعد كده واحده. والله العظيم انا كنت كل يوم استنى قيام الليل يجي اصلي، يعني كنت ما بنامش الا بصلي، كنت ما بنامش والله العظيم الا بصلي. يعني دي بصوا انا متاكده ان دي حاجه كانت هي السبب الرئيسي ان انا ابقى في مكاني ده دلوقتي. اول حاجه زي ما احنا اتكلمنا كده، يبقى اول حاجه هنعملها هنصلي قيام الليل. تمام، ما تسيبوش قيام الليل ده، هم 3 ركعات مش هياخدوا منكم 10 دقايق، والله ما هياخدوا كمان 10 دقايق. او فيهم بصوا كل حاجه، كل حاجه اللي هو فيها يا رب اجيب مجموع عالي، يا رب ادخل الكليه الفلانيه، يا رب اكرمني يا رب. كل ده انا كنت بقعد اقول يا رب راضيني، وفعلا ربنا فعلا رضاني. انا رضا النفس اهم حاجه. تاني حاجه بقى عايزه اكلمكم عليها، قبل ما تروح او تنزل اي امتحان صلي قضاء حاجه. دي عباره عن ركعتين، يعني بتصلي الاولى وتقرا فيها سوره الكافرون، تصلي الثانيه وتقرا فيها سوره الاخلاص. طبعا اكيد لازم تصلي بالفاتحه الاول، تمام، عشان بس ايه لما تيجي تصلي زي ما قلت لك قضاء الحاجه. والله 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 انا لغايه دلوقتي لو رايحه في اي حته مثلا عايزه ربنا فعلا يسهل لي الامور بصلي قضاء حاجه. لو ايه حصل، انا مثلا نازله امتحان لغايه دلوقتي وانا نازله الامتحان، والله العظيم قبل ما بنزل بصلي ركعتين قضاء حاجه. طيب صلينا دلوقتي قيام الليل، صلينا قضاء الحاجه، عايزاكم كمان بقى ايه تعملوا حتى لو صفحه واحده بس، صفحه واحده بس ورد. انا بكلمكم في الحاجات دي مش عشان خاطر انتوا تجيبوا مجموعه عالي ولا الكلام ده، لا، انا عايزه طمانينه نفس، انا عايزاكم تبقوا انتوا من جوه مطمنين. والله الحاجات دي فعلا بتطمن الواحد قوي من جوه كده، ان نفسك تكون مطمئنه. طيب اوكي، احنا دلوقتي صلينا قيام الليل، صلينا قضاء الحاجه، طبعا ده لازم هنكون بنصلي معاه طبعا الخمس صلوات بتوعنا بتوع اليوم. تمام تمام. وهنعمل صفحه زي ما قلنا، حتى ان شاء الله صفحه واحده بس ورد. هنقرا كل يوم صفحه من القران، صفحه واحده مش هتاخد منك دقيقتين، والله العظيم انا بقراها قبل ما اروح انام بنيه ان انا اعرف انام كويس، وفي نفس الوقت هي ورد يعني. تمام كده، فانا بقراها قبل ما انام. طيب خلصنا الحاجات دي كلها، هنيجي بقى لاهم حاجه. طبعا انت لازم تكون حالل كتير جدا، حل كتير جدا. لما بتحل كتير فانت بتمرن دماغك تفكر مع كذا شخص. يعني مثلا انت دلوقتي حليت من الكتاب الفلاني، وحليت كان في كده ابلكيشن شفته على التيك توك، كان في ناس كتير بتنصح بيه، مش فاكراه صراحه اسمه ايه، بس anyway يعني تدوروا كده هتلاقوه. تحل مثلا من السايت ده، اوكي. دلوقتي لما تحل من السايت ده واحل من الكتاب ده وكده، انا بالنسبه لي ده مش تشتيت. ليه؟ انت بتكون قاري كذا دماغ، فانت بتفكر بكذا طريقه مختلفه. فاذا لما يجي لك امتحان بدماغ رابعه خالص غير اللي انت قريتها، فانت قادر تخرج بره الصندوق. انت مش مقيد بافكار معينه او بدماغ شخص واحد بس، لا، انت بتخرج بره الصندوق، انت بتفكر احسن. احنا حلينا وخلصنا والكلام ده كله، وصلينا وعملنا كل اللي علينا. رابع حاجه عايزه اكلمكم فيها، انك تكون نايم كويس جدا قبل الامتحان. ابوس ايدك، نام قبل الامتحان، ما تسيبش الامتحان يسيطر عليك. انا من يومي هذا، انا للاسف يوم امتحان العربي انا ما روحتش نايمه خالص، وده كان اكبر غلط. والله العظيم انا كنت قاعده مع الورقه عامله لها كده اهو، والله العظيم انا قاعده عامله لها كده اهو. انا مش قادره، انا افتكر ان احنا كان جايب لنا زي قصه كده شويه طويله. فالمهم وانا بقرا
المفروض انا هطلع منها اجابات. فانا بقرا، انا نسيت الفقره. والله العظيم انا نسيت الفقره. طب لما نسيت الفقره رحت اقراها مره تانية، نسيت السؤال، نزلت اقرا السؤال. والله العظيم كنت قاعده كده مع الورقه، انا بنسى الفقره ارجع اقرا السؤال، انسى السؤال ارجع اقرا الفقره. والله ده بص، ده قله نوم. واوعوا اوعوا 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 حد يعمل كده. انا السنه دي بقيت مطمنه اكتر، بقيت انام احسن. والله حتى لو مش مذاكره قوي بخش بعرف اجاوب، بخش فاكره ان انا ذاكرت. لكن انا لو ما نمتش والله بضيع الامتحان كله مني، كله. طيب خلصت بقى كل الكلام ده، عايزاكم بقى اهم حاجه تعملوها، ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا، تاخدوا معاكم سبحه. ما تسبحوش على ايدكم، اشتروا سبحه، ده تقريبا ب 15 جنيه. اشتري سبحه، خليك دايما لابسها في ايدك، او خليكي دايما لابسها في ايدك طول ما انت ماشيه في الطريق. لو انت مش هتذاكري في الطريق، مثلا بتتمشي لحد المدرسه، فاكيد مش هتاخدي كتاب معاكي تقريه، تمام؟ سبحه في ايديكي طول ما انت ماشيه، اقعدي استغفري ربنا كتير، بنيه ان ربنا يفرجها عليكي ان شاء الله في اللجنه. الحاجات اللي انا قلتها لكم دي كلها بس هي هتهدي الشد اللي عندكم، وهتخليكم مطمنين. انتوا في ايد ربنا زي ما انا قلت لكم، عشان كده بقول لكم اعملوا لربنا، عشان ربنا يهونها عليكم، ينزل لكم طمأنينة على قلبكم. لما اخش الامتحان تفضل زي ما هي في ايدي طبعا. ولو وقف قدامي سؤال ما بتوترش. اديني بقول لكم، لو وقف قدامكم سؤال ما تتوتروش، بعمل له سكيب، والله العظيم بسيبه، احل اللي بعده. طب اللي بعده وقف قدامي بسيبه برضه، اخلص الامتحان بتاعي كله وارجع للسؤالين دول قبل المراجعه. ارجع للسؤالين دول ابص عليهم، انا مثلا ده فاكره اجابته خلاص كتبته، التاني مش فاكره اجابته بقى ما افتكرتش اجابته، بقعد استغفر ربنا كتير او اصلي على النبي كتير. ولكن غالبا بقعد اصلي على النبي، بحس لما بصلي على النبي عليه الصلاه والسلام طبعا بفتكر الاجابه، والله بفتكر الاجابه. دلوقتي بقى خلاص خدنا السبحه وماشيين بقى في الطريق. قبل بقى اول ما تخش اللجنه، ارجوك قبل ما تاخد الورقه اقعد كده الاول. انا بقرا سوره الاخلاص وبقرا المعوذتين قبل ما اخد الورقه، واقرا دعاء المذاكره، تمام؟ وفي دعاء قبل الامتحان انتوا دوروا عليهم، عشان انا دلوقتي والله مش في بالي الصيغه. انا كنت فاكره بقراهم من التليفون لو معايا، بس طبعا انتوا غالبا ثانويه عامه فمش هتعرفوا تخشوا بالتليفون لحد باب اللجنه يعني. اكتبهم في ورقه، خليهم في ايديك، وانت واقف على باب اللجنه اقرا الادعيه، واقرا سوره الاخلاص والمعوذتين، وخش ما تتكلمش مع حد. انت قاعد دلوقتي مركز في ورقتك، وهتركز في الورقه، سمي الله 3 مرات، وابتدي بقى افتح الورقه، وان شاء الله ان شاء الله هتتدبر. يعني زي ما قلت لكم، لو في سؤال ناسينه هنصلي على النبي كتير، او هنستغفر ربنا كتير، ومش هنتوتر لو في سؤال ناسينه. اتمنى يكون كل الكلام ده وصل. انا بحذر اهو، عشان ايه؟ عشان لو حصل غير كده انتوا حرين. انا قلت نمنا وخلصنا صلاتنا وعملنا كل ده، نيجي بقى لاهم كلمتين عايزه اقولهم لكم من اول الفيديو، وده يعني هيبقى ان شاء الله اخر فقره في الفيديو. حاول ترضى من جوه، رضا. انا كواحده للاسف جه عليا فتره ما كنتش راضيه فيها خالص، وبالفعل الدنيا كركبت عليا اكتر، الدنيا بتتكركب عليك اكتر. من يومي هذا عايزه اقول لك النتيجه طلعت زي ما انت عايزها، مش طلعت زي ما انت عايزها، قول الحمد لله من جوه. خليك راضي، خليك مطمن. انت طريقك ده بايد ربنا مش بايد حد، بايد ربنا. فلما ترضى ربنا هيدبرها لك، تقول الحمد لله النتيجه طلعت زي ما انت عايز، زي ما قلنا ما طلعتش زي ما انت عايز، احمد ربنا وارضى. لما ترضى في بيبان كتير هتتفتح لك وربنا هيرضيك. فزي ما قلت لكم حاولوا زي ما قلت لكم كده ترضوا، خليك دايما راضي، قول الحمد لله، ما تفكرش ابدا طلعت النتيجه، انت عملت اللي عليك، الباقي ده كله بتاع ربنا. حصل معايا موقف في ثانويه عامه والله العظيم، للاسف بعدها ما كنتش راضيه، للاسف ما كنتش مرتاحه. انا كنفسي كده من جوه ما ارتحتش، ما جاش عليا يوم وشفت فيه راحه. فضلت 2 أو 3 سنين كمان بالظبط حاسه ان مفيش راحه. عارفين بقى الوقت اللي انا قلت فيه الحمد لله وانا راضيه يا رب بقضائك، وانا يا رب والله العظيم راضيه، وسلمتها لله وقلت له يا رب انا سلمتها لك، والله 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 اتدبرت من عنده في يوم وليله. اتدبرت، مع انها السنه اللي انا دخلت فيها النازله دي انا مريت فيها باصعب ظروف في حياتي، اصعب ظروف. بس فهو ده كل حاجه كنت عايزه اقولها لكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يفيدكم، اتمنى اكون طمنتكم. انتوا والله العظيم ابطال، وكلنا بندعي لكم وربنا معاكم يا رب وييسر لكم حالكم ان شاء الله.
واتمنى اشوفكم كلكم في احسن مكان، واتمنى تقولوا لي بعد كده انتوا رحتوا فين ولا عملتوا ايه، وان شاء الله كلكم كده تفرحوني. وبس والله ده كل حاجه كنت عايزه اقولها لكم، واتمنى الفيديو ان شاء الله يعجبكم كده، واكون فدتكم ما ضيعتش وقتكم على الفاضي. والسلام عليكم.